السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا فيديو جديد. دايما يا جماعة لما نيجي نتكلم عن اليمن وأهل اليمن فاحنا هنا بنتكلم عن الحضارة والتاريخ والشهامة والترحاب والكرم والشجاعة، وده اللي بيتصف بيه أهل اليمن. يعني يا جماعة شفنا كتير جدا من مشايخ الوطن العربي وهم دايما بيطلعوا يتكلموا في المساجد عن الشجاعة، عن الكرم، عن الترحاب، عن الشهامة أهل اليمن. يعني يا جماعة شفنا كتير جدا من شهامة أهل اليمن سواء في الداخل أو في الخارج. عشان كده الناس بتطلع تتكلم بكل كلمة طيبة من اللي بتشوفه. يعني مش هيتكلم مثلا كلام من فراغ، لا ده اللي بيشوفه. الناس بتشوف شركة تطلع تتكلم عن شجاعة أهل اليمن وشهامة أهل اليمن. يعني يا جماعة أهل اليمن هنا دايما كده محط أنظار لجميع الوطن العربي. شفناهم كتير واقفين مساندين جميع الوطن العربي سواء مصر، فلسطين، سوريا، العراق، جميع الوطن العربي. عشان كده الناس بتطلع تتكلم عنهم بكل صلة طيبة وصفة جميلة تخص الشعب اليمني. يا رب كده يرجع الأمن والأمان في دولة اليمن وسائر بلاد المسلمين. اتفضلوا معايا نشاهد الفيديو مع بعض وبإذن الله هنرجع مع بعض في نهاية الفيديو. يلا بينا. يقول البردوني عن اليمن وعن قومه يخاطب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: نحن اليمانون يا طه تطير بنا إلى رواحل العلا أرواح أنصاري، إذا تذكرت عمارا وسيرته فافخر بنا إننا أحفاد عماري، أنصار الملة وحماة الدين وسيوف الإسلام. الإيمان يماني كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية. وقال صلى الله عليه وسلم: هم أرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة. الإيمان اليمني المباشر، اليمني الواضح الشجاع، الرجل اليمني التلقائي البسيط الصادق مثل الصحراء، الشجاع مثل قوي الهمم مثل الجبال. أنا زرت اليمن مرتين وأسرني حب اليمن وشعر اليمن وأدب اليمن وثقافة اليمن. أنا من المتوسط وأنا أحفظ لشعرائهم ولأخبارهم. نحن منطقتنا تشابه مناطقهم في الجبال وفي الأشجار وفي التلال وفي الأنهر والغدران، ولهذا وجدت في اليمن التلقائية، وجدت الجبال شجر البن، ووجدت الرياحين، ووجدت الأشجار الطبيعية. ولكن أجمل من هذا الروح اليمنية، حتى يقول أحد الكتاب المعاصرين أن اليمني صادق، واليمني معتز بأصالته وإسلامه وعروبته، ثم أنه مر بهم في التاريخ غزوات ومر بهم مواجهات مع المستعمرين، فدكوا المستعمرين، حتى تجد عندهم يعني مثل بيوت مشهورة بالعلم، أصلا بيوت نشأت على العلم وأنتجت العلم ودرست في العلم وقدمت العلم ونشرت العلم في العالم. ويعتبر مثلا اليمن بشماله وبجنوبه ومصدر حضارة ومصدر، حتى أنك تجد اليمنيون تركوا بصمات في العالم. ديترويت ولاية في أمريكا فيها ما يقارب 500,000 يمني. يعني إندونيسيا وماليزيا شرق آسيا اليمنيون، خاصة من اليمن الجنوبي الحضارم، صنعوا هناك الحضارة، صنعوا أسطورة النجاح في العلم، في الثقافة، في السياسة، في التجارة، في الاقتصاد عموما. فهم أكثر الشعوب العربية هجرة وأكثرها تأثيرا فيها. دخلنا إفريقيا، في إثيوبيا، في غيرها من البلدان الإفريقية، تجد اليمني قد ترك بصماته هناك وتأقلم وشارك في صنع حضارة وبناء ذاك البلد الذي ذهب إليه. واليمني عنده صبر، يصبر على الجوع ويصبر على الظمأ ويصبر على الفقر ويصبر على مواجهة الحياة ويصبر على التضحية، هو يحمل روحه بيده. واليمني قريب من الفطرة، ولذلك يحب الدين ويحب الصلاة ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق عليه الصلاة والسلام: أنا رأيت ذلك بنفسي، يقول: أرق الناس أفئدة وألين الناس قلوبا. أتكلم في المحاضرة الدموع ما يعبرون بالدموع، أرى الدموع من الشباب في اليمن، في صنعاء، في تعز، وصلنا في عدن، في سيئون، في المكلا، لأنهم هم يحملون حب الكتاب والسنة فطرة. ولذلك كم قلت لكم هم أنصار الملة، هم أنصار الدين. الأصل في اليمن يكون مؤمن، لكن أن يكون غير مسلم أو غير مؤمن هذا غريب، هذا شاذ، هذا نشاز، هذا خرج عن السياق. لكن أن يكون مؤمنا مسلما مفتخرا بدينه وعقيدته، هذا الأصل في اليمني، هذا الأصل فيه وفي عروبته. أنا في الحلقة هذه أنا أتكلم عن كل البلاد دولة دولة بما وجدت، لأن حديث الزمن هو الرحلات، لا بد أن نقدم شهادة حق
أنا أعرف أني لا أريد من هذا إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى، لكن شهادة تحققوا لها. فيوم وصلنا مثل اليمن كان عندي مشايخ من الدكتور الدكتور يحيى الهنيدي، الشيخ محسن الزهراني، الدكتور عبد الرحمن القحطاني، الأستاذ عبد الله الشمراني، مجموعة. بل سافرنا مرة في وفد ما يقارب 30 من طلبة العلم ورجال الأعمال السعوديين، فكان الاستقبال حافل. تصور الشيخ الجليل غفر الله له، شيخ قبائل حاشد، اسمه شيخ المشايخ، هذا شيخ المشايخ عبد الله بن حسين الأحمر مثل نجم سهيل، يستقبلنا في ضيافة لا يقدمها رئيس ولا حاكم، وهو بنفسه مقام حاكم ومقام جواد ومقام شجاع، ويعتق في الرقاب ويصلح في الدماء. غفر الله عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ قبائل حاشد، بل هو شيخ مشايخ اليمن، هو شيخ المشايخ. وأيضا ضيفنا الشيخ سنان أبو لحوم، وأكرمنا ضيافة لا يضيفها حاتم الطائي، بكل ما لذ ما طاب من الحنيذ ومن العسل ومن السمن ومن الفواكه ومن الخضروات ومن أنواع الخبز، حتى يمكن الضيوف ما يقارب 300 كأنهم عندهم إلى 3 أنفار، لأنهم مفطورون على الكرم الصحيح، الكرم القبلي، الكرم الأصيل، الكرم الغير متكلف. اليمني يمكن يستلف ويقترض الوجبة التي يقدمها للضيف. اليمني يمكن يفعل يقدم طعامه وطعام أبنائه وطعام زوجته للضيف ويبيت طاويا كأنه الذئب وكأنه الأسد. هذا أنا رأيتها فيهم، وليسوا متعلقين بالحياة كثيرا. يكتفي اليمني باستطاعة أن يعيش معه لباسه وسلاحه، ينام في الجبل، ينام على الصخرة، ينام تحت الشجرة، يعني بايع نفسه. إذا أتى داعي الجهاد الصحيح الحق والشهادة استبسلوا، حتى يقول الزبيري: يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. فهم مهيئون في ذلك، وشعب مسلح، لكن يوجه هذا السلاح لحماية معتقدهم ووطنهم، لا أن يوجه السلاح توجيها خاطئا للتقاتل فيما بينهم أو العمل الإرهابي أو إفساد في الأرض. هذا لا يجوز وهذا محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. نحمل السلاح ضد أعداء الإسلام وضد أعداء الوطن الذين يريدون هدم تاريخنا وكياننا ورسالتنا. ذاك الوقت جاء الجهاد الصحيح، ليس الجهاد الباطل. هم أمة جهاد وأمة قتال وأمة تضحية، وهم صادقون كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني. لأن أصل الأنصار والخزرج هم الأنصار، هم من اليمن. حتى حسان شاعر الأوس والخزرج صاحب الأنصار رضي الله عنه، شاعر الدعوة، يقول: إن تسألين فإنا معشر يمن، الأسد نسبتنا والماء غسان أزديون. وهو حتى البردوني شعر لها في هذا، يقول: أنا ابن أنصارك الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جرار. يقول: أنا ابن الأنصار، أنا ابن الأوس والخزرج، فهم أنصار الدعوة وحماة الرسالة وحفاظ المعتقد في أول مسيرته عليه الصلاة والسلام. هم من اليمن. الأوس والخزرج في المدينة هم يمنيون، وهم أنصار الدعوة، وهم أنصار الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أهل البطولات التي سطرها صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ هو يمني أنصاري، أبي بن كعب يمني أنصاري، زيد بن ثابت يمني أنصاري، سعد بن عبادة زيد يمني أنصاري، حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة يمني أنصاري، عبد الله بن عمرو الذي كلمه الله كفاحا بلا ترجمان أنصاري يمني. فهؤلاء بلا شك أنهم صنعوا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاركوا في الفتوحات الإسلامية، بل كانوا في أوائلها. حتى مع علي بن أبي طالب قبيلة همدان وقفت معه في معارك، يقول: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بي. طبعا يا جماعة زي ما شفنا كتير جدا من مشايخ الوطن العربي وهي بتتكلم عن حضارة وتاريخ أهل اليمن. طبعا يا جماعة الكلام ده مش من الفراغ، شفنا كتير من جميع الوطن العربي وهم بيتكلموا الكلام ده. علاوة كبيرة يا جماعة عن الكرم والشهامة والترحاب. أي حد بينزل اليمن إلا ونقل صورة طيبة عن أهل اليمن. يعني يا جماعة شفنا المدرس اللي كان نازل مصر، وعلى فكرة مش مدرس بس، ده كتير جدا من المدرسين سواء من مصر أو الدول العربية وهم نازلين اليمن دايما بينقلوا صورة طيبة عن أهل اليمن وعن الترحاب وعن الكرم وعن الشهامة. يعني أنت كده لو أنت مغترب ورايح اليمن ثق تماما كده اللي انت قاعد في بلدك، اللي انت قاعد في وطنك. طبعا مش سايب بلدك ورايح بلد غريبه، لا انت قاعد في بلدك، يعني انت سايب بلدك وجاي بلدك التاني. فيا رب كده يا جماعه كده نشوف كده دوله اليمن وسائر بلاد المسلمين في امن وامان، ويا رب كده يعود فيها الاستقرار، وهتفضل اليمن السعيد طول عمره سعيد بالناس المحترمه، الناس اللي دايما بنشوف منهم كل السيره الطيبه، الناس اللي بتنقل عنهم
كل الصله الطيبه عن اهل اليمن وعن الترحاب وعن الكرم وعن الشهامه. يعني افتكر مره يا جماعه كان عمي كان بيقول لي والله يا حسناء بامانه وانا مسافر من اليمن ورايح مصر بكيت على الايام اللي انا عشتها فيها. يعني يعني يا جماعه الكلام ده مش من الفراغ. لما تكون انت يعني بلدك غير بلدك ومصاحب ناس طيبه، ناس فيهم عزه نفس وطيبه وترحاب، ثق تمام كده وانت مروح وماشي بلدك هتزعل الايام اللي انت عشتها معاه. يعني يا جماعه العشره ديت دايما طول مدى العمر. يا رب كده يحفظ دوله اليمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. متشكره جدا، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه الحضره.